السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضر معكم الوصفة ديال الكيكة بالمندرين. هذا الكيك اللي كيجي اكثر من رائع وكيجي معلك وكيجي بالمذاق ديال المندرين لعشاق المندرين اولا البرتقال، بواحد لاصوص اللي كيعطيه واحد المذاق، واحد التعليكه رائعه صراحه. ان شاء الله ملي غادي تجربوه ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا كيك كيجي غزال. ودابا على بركه الله خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير عندي 4 ديال المندرين اللي كنقشر 3 وكنخلي الرابعه بالقشر ديالها، وكنختاروا المندرين اللي كيكون القشر ديالو هكايا رقيق كتكون فيه ديك القشره ديالو لاصقه فيه، ما نديروش داك اللي عنده يعني القشره ديالو غليظه اولا فيها البابه بزاف. كنقشروا المندرين ديالي، هذوك 3 د المندرينات كنقشرهم وكنزول لهم هاد البيوض اللي كتكون فيهم، وكذلك غنشوف الا كاين فيه شي عظم، يعني داك العظم ديالها اللي كتعطينا المروره كنزولوه صافي. بالنسبه لهاد المندرين اللي غنخليها بقشورها غادي نقطعها ونحاول نزول منها الماكسيموم ديال هاد الخطوط، ونختاروا يعني المندرين اللي ما كيكونش فيه العظم، حيت كاين المندرين اللي ما كيكونش فيه العظم وكاين اللي كيكون فيه العظم كتير. والا كان فيه العظم كتحاولوا تزولوه. انا هذا اللي عندي ما فيهش العظم، صافي كنقطعوه بحال هكا وراه غادي تطحن في الميكسو. غير هو كنقسمه بحال هكا ونشوفوا الا فيه شي عظم ولا ما فيش، كنزيدو نتاكدوا. صافي بعد ما غادي نقطع جميع المندرين اللي عندي غادي نوضعو يعني في الخلاط. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هاد الكيك، عندي 3 البيضات بدرجه حراره المطبخ، وعندي الكأس ديال العنبه ديال السكر، وعندي كذلك كأس الا ربع ديال الزيت، دائما العبار بكأس العنبه، وعندي كذلك خماره حمراء من فئه 8 غرام، وقبصه ديال الملح، وعندي كذلك ياغورت بنكهه الفاني. صافي غادي نوضع المندرين في الخلاط وغادي نضيف ديك القبصه ديال الملح، وغادي نضيف الياغورت، غادي نضيف جميع المكونات دفعه واحده في الخلاط كما كتشوفوا. وضفت الزيت وغادي نضيف السكر، وكذلك غادي نضيف البيض. بالنسبه كما كتشوفوا غادي نهرس البيض واحده، يعني نهرسهم في يعني في زلافه، عاد كنضيفهم في الخلاط. غير هاد البيض اللي عندي ما متاكداش شي منه، وخايفه ان شي بيض هكا شي بيضه تكون خاسره وتخسر ليا هاد الخليط. يعني كنديروا هاد الطريقه الا ما متاكدينش من البيض ديالنا باش نعرفوا واش خاسر ولا لا. صافي هنايا بعد ما وضعت جميع المكونات في الخلاط كنطحن جميع العناصر كما كتشوفوا حتى كيطحنوا ليا مزيان حتى كيبيض الخليط ديالي كما كتشوفوا. الحاجه الوحيده اللي كنخليوها حتى الاخير هي الخماره والدقيق. صافي هنايا بعد ما طحن ليا المندرين والبيض
والزيت والسكر. غادي ناخد البول فاش غادي نخلط، وناخد كذلك الصفايه فاش غادي نصفي هذا الخليط. ضروري ما نصفيوه ونصفيو جميع يعني دوك الشوائب اللي كيخلي لينا اللي كيخرجوا لنا من المندرين. كناخدها فقط ديك النكهه ديالو صافي. كما غادي تشوفوا داكشي اللي غادي تصفى لينا من الخليط صافي. غنحركوه هكايا بالسباتولا حتى غادي تصفى ليا جميع يعني داك الخليط، ويبقى ليا غير هاد القشر ولا هاد اللب ديال المندرين. صافي هنايا بعد ما صفيتو عندي هنايا الدقيق. عندي 2 كيسان بعبار ديال كاس العنبه، 2 كيسان ديال الدقيق عامرين مغربلين. غادي نخلط وغادي نشوف الا خاصني الدقيق غادي نزيد نضيفو. بالنسبه يعني القياس ديال الدقيق اللي خدات ليا انا هاد الكيك اولا هاد الخليط خدا ليا 3 الكيسان بعبار ديال كاس العنبه. بالنسبه للقياس ديال الكاس بالعبارات بالسوائل وبالدقيق فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف. صافي هنا الخليط ديالي باقي خفيف. غادي ناخذ الكيس الثالث وغادي نضيف نصف ديال الكاس وغادي نخلط حتى غادي ندخل جميع الدقيق في هذا الخليط. وكنرفع الفوي بحال هكا وكنشوف وغادي نضيف ما تبقى من الدقيق. صافي الخليط ديالي بدا كيتقال. هذا هو القوام اللي بغيت في الكيك. كنخلطوه مزيان وكنطلعوا الفوي اولا الخلاط بحال هكا وكنديروا خطوط على وجه الخليط وكيبانوا لنا شويه الخطوط يعني ما كيتزولوش بسهوله. فهذا دليل ان الخليط ديال الكيك ديالنا هو هذاك. يعني بحال كما كنقولوا كنكتبوا رقم 8 اولا كنديروا هكا خطوط على وجه الخليط كما قلت وما كيتزولوش لينا بسهوله. صافي هذا هو الخليط اللي بغيت في الكيك. هنايا خديت المول، انا غنستعمل هذا المول الدائري. دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. كما كتشوفوا الخليط هو داير بحال هكا وما ثقيل ما خفيف. صافي غادي نخوي الخليط في المول. كنرفعوا يدينا شويه لفوق وحنا كنخويو الخليط ديالنا. صافي بعد ما يعني خويت الخليط ديالي في المول كنضرب به شويه بحال هكا فوق سطح العمل وغادي ندخلو الفران بسخان مسبقا. بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديال الكيك غنشعل عليه العافيه من الاسفل حتى غادي يطيب ليا الكيك ديالي وكنشموا الرائحه ديال الكيك واحد 30 دقيقه حتى 40 دقيقه على حسب الفرن ديالكم. عاد كنحلو عليه والعافيه مهيله. صافي هنايا غادي ندوز نحضر معكم حتى خرج الكيك ديالي بعد ما طاب. غادي نوجدوا هاد الصوص ديال الكيك حتى غادي نخرجوا الكيكه ديالنا وغادي نوضعوها تبرد. عاد غادي نوجدوا هاد الصوص. بالنسبه للصوص كندير فيه كاس ديال العصير ديال المندرين وكذلك نصف اولا ربع كاس ديال السكر. الحلاوه يعني ديال السكر كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيف كذلك ملعقه ديال النشا اي المايزينا وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى غادي تخلط مزيان. عاد كنوضعو فوق النار العافيه مهيله وانا كنخلط
حتى غادي يعقد ليا الخليط ديالي ويعقد ليا هاد لاصوص ويصبح على هاد الشكل كما كتشوفوا. صافي غادي نوضعو جانبا حتى غادي يبرد. صافي هنايا بعد ما بردات ليا الكيكه، يعني بالنسبه لهاد الصوص راه ما كنوجدو حتى كطيب لينا الكيكه ديالنا وكنخرجوها من الفران وكتبرد، عاد كنوجدو هاد لاصوص وكنخليوه غير حتى كيدفى لينا واحد شويه وكنوضعوه فوق الكيك. صافي وغادي نضيفو فوق الكيك ديالي بهاد الطريقه، يعني كتستعملوا الملعقه اولا كديروه في شي اناء اللي عنده ديك اللي غادي يسهل لينا اننا نوضعو فوق الكيك ديالنا. صافي وكنخليو شويه ديال هاد الصوص اللي بغا يضيفو فوق يعني فوق الكيك ملي غادي نقطعوه ونضعو يعني نوضعوه في يعني نسربيوه مع هاد الكيك، اولا كنضيفوه كامل فوق هاد الكيك. يعني هاد لاصوص كيعطي هاد الكيك واحد المذاق رائع. يعني هاد الكيك من غير هاد لاصوص ما غاديش يجيكم زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. كنتمنى تجربوه هنا للاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.